السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ نهاركم ابيض فل وسعادة ونهاركم طاقة ايجابية كده ورزق وكله خير وبركة بإذن الله. النهاردة كده يوم من يوميات أسرار المطبخ مع هيام. هتعملي ايه النهاردة يا هيام؟ النهاردة بقى جاية لكم بقى بحاجة ايه ضخمة ضخمة بالنسبة لأي ست بيت بقى كسولة بقى، مش بتاعت عمايل محشي ولا الكلام ده كله. انا مش من عشاق عمايل المحشي، وخصوصا الكرنب بالنسبة لي اسهل من ربع كيلو ورق عنب. هتشيلي كده 6 7 كرنبات اعملهم، وما تدينيش ربع كيلو ورق عنب اعمله. ان شاء الله كده باذن الله. حمرت البصلايه ونزلت بالطماطم تسبكوا، ورحت حاطه بقى نازله بالخضره والرز. مشغله البوتاجاز على فكره. بحب اشرب الرز كده ايه شويه من الصلصه كده مع تقليبتين بقى، والسمنه والزيت والتوابل. وبعد كده بقى ابتدي ايه ان انا اسيب الخلطه دي تهدى شويه على ايدي، وابتدي بقى الف. طيب ايه البهارات اللي انا بحطها؟ بحط ملح وكمون وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وشطة وبابريكا وكزبرة ناشفة وسبع بهارات. وفي بهارات كده بجيبها من عند العطار، بهارات اسمها بهارات المحشي. بتحطي كل الاضافات دي، صدقيني والله العظيم بتودي المحشي في حتة تانية خالص. يعني ايه، بلاش تستخسري، لان هو في ناس تقولك ايه، انا لما اجي اعمل المحشي بحط خضرة، بحط كزبرة خضرة بس، هي دي اللي بتطلع ريحة، وبحط ملح وفلفل اسود. ده ايه ده؟ انت تاكليه بقى يبقى يعني فين الطعم؟ البهارات وفين طعم الحاجة؟ لا. يعني الحاجة لما بتخدميها دايما بتديكي نتيجة افضل. انا بقى ايه، هنا كنت جبت بقى العدة بتاعتي وقعدت كده في الارض في الصالة، ابتدي ان انا الف بقى. عشان ايه؟ مش معقولة هلف حلة محشي وانا واقفة على رجليا. كلنا كده كستات بيوت اما نيجي نعمل المحشي لازم نقعد. تبتدي بقى ايه، حاولي ان انت ايديكي تبقي نظيفة، والارض حواليك نظيفة، مفيش شعرايه تطير، مفيش ترابايه، الكلام ده كله. تبقى كل الحاجة اللي حواليك نظيفة. وتبتدي بقى تلفي كده وانت قاعدة كده مشغلة بقى التلفزيون. بتكلمي حد في موضوع كده، ايه حاجة تلهيكي كده، بحيث ان انت ما تحسيش بالوقت، وهو والله لفه سريع ومش متعب ولا اي حاجة. وكفاية ان هو في النهاية كده بتاكلي منه روايح الشتا بقى. يا سلام بقى كده لما يملالك البيت كده ريحة محشي، ولا تعملي لك بقى قرنبيطة كده. روايح الشتا يا جماعة، القلقاس، السبانخ، الأكل بتاع الشتا ده اللي هو يعني السوق كله بيبقى ما شاء الله مليان خضروات، والحاجات دي والله جميلة. أنا هنا خلاص كده بقى عملت حلة المحشي. أنا كنت عاملة كرنباية، يعني حوالي ربع فلفل كده وكيلو بتنجان. آه يعني تشكيلة كده. هنا بقى كانت الشوربة غلت، دي شوربة لحمة. خليتها غليت ونزلت فيها ب3 معالق معجون صلصة كده، بحيث ان هي ايه تحمر لي المحشي، يبقى المحشي ده كده احمر ومورد وجميل. عندك شوربة فراخ، عندك شوربة بط، عندك شوربة لحمة، عندك ما عندكيش ممكن مرق الدجاج. يعني ما توقفيش نفسك وتقولي ما عنديش شوربة النهاردة عشان ما اعملش محشي، لا ما تتلككيش. وكلي كده ودفي بيتك، والشتا كده بيحب الحاجات الدافية. المحشي ده من الاكلات الممتعة بالنسبة لي اهو. مش ضروري ترصي. انا كنت الاول يعني ايه، احب الرص قوي مش عارف ايه، اجي احط الشوربه، اجي اغرفه بعد كده الاقي ممكن السطر ولا السطرين الفوقانيين مستويين وتحت مش مستوي. لا، دايما تتعودي تسيبي فراغات بين السطر والسطر، علشان الشوربه تغلغل فيه كله ويستوي كله، يبقى كله واخد تسويه زي بعضه. طب هنا هتعملي ايه؟ انا هنا كان عندي كده بانيه وكنت متبلاه. مش انا بصراحة اللي كنت متبلاه، جانا بنتي. بس هي عارفة تتبيلتي فيه، يعني ملح وفلفل اسود وثوم باودر وبصل باودر وسبع بهارات. وبنزل بقى في النهاية كده ببيضاية وببشر بصلاية صغنططة يعني. طبعا البصل غالي، يعني احنا عارفين دلوقتي ان احنا بنقتصد فيه على قد ما نقدر، ولكن هي واحدة صغنططة كده بجانب البصل البودر بتديه تطعيمة تحفة. وسنة كده ايه، قرفة خشب، قرفة بودر، اسفة. قرفة بودر بتديها طعم جميل قوي القرفة. هنا بقى الفيجيتار بتاع مايوي دون انا ما بستغناش عنه في البيت. بحيث ان انا اعمل بيه البانيه، وبحط عليه دقيق. ليه ما بحطش عليه بقسماط؟ لانه بيتحرق بسرعه قوي في الزيت. لو سبتيه صك كده من غير ما تحطي عليه الدقيق، تحطيه تبقى ممكن البانيهايه ما استوتش وهو خد لون.
فلأ، أنا ما باحبش كده، أنا باحط عليه شوية دقيق وبابهره برضه، باحط سِنّة ملح، سِنّة كمون، بهارات، 7 بهارات، الحاجات ديّة بتدّي برضه تطعيمة للبانيه حلوة أوي، للغلاف اللي برّه، عشان ما تاكليهوش يبقى عادم وهي من جوّه تبقى متحيّقة، لأ، يبقى كلّه شارب من بعضه. أهو، إيد بقى بانزّل بيها البانيهاية والإيد التانية بالمعلقة كده عشان ما اوسّخش إيدي، يعني كلّنا عارفين الطريقة دي بفضل الله. ولكن بقى إيه، يعني وأنتِ معديّة من السوق كده حبيتِ تشتري حاجة وتفرّزيها، أنا كده هاورّيكم إن أنا كنت مفرّزة جوافة. طيب الجوافة دي لقيتها بكام؟ لقيتها ب10 جنيه. قُلت لأ، ما بدّيهاش بقى، لازم أجيب عشان خاطر أفرّزها في الفريزر، وبإذن الله، بإذن الله عشان إيه، الأغلبية لشهر رمضان. أي حاجة تقابليها وتلاقيها إنها مثلًا في استطاعتِك إنِّك تجيبيها، والله يا حبايبي الحاجة دلوقتي أحسن من الفلوس، إنِّك تقولي لأ، يعني بيقول لِك إيه، بنزين في التانك ولا فلوس في البنك، إن يبقى العربية بتاعتِك فيها بنزين وتقدري تمشي وتتحركي أحسن من شايلة فلوس وعاجزة وقاعدة في البيت مش عارفة تخرجي ولا تروحي ولا تيجي. فإنِّك تجيبي حاجة كده وبيتِك يستنفع بيها، وخصوصًا أمّا يبقى سعرها مثلًا معقول ومتهاود وتقدري تجيبيها، هاتي وما تستخسريش. بينفعِك بقى في يوم جاي لِك ضيف، في يوم أنتِ مثلًا نِفسِك راحت لها اشتقتِ لها، في رمضان، يوم صيام من أيام الصيام تطلّعي ومش قادرة تنزلي مثلًا في رجب وشعبان لو ربنا بيقدّرِك وتصومي، بتطلّعي من الفريزر كده وأنتِ بتسخّني الأكل أو الكلام ده كلّه على بال ما تخلّصي تكون فكِّت، حطيتيها في الخلاط، شوية لبن، بشوية مَيّة، تحطّي عليها موز، أنا دايمًا بادعّمها بالموز، بتطلع طعمها رهيب. آآ يعني قابلتِك بقى الفراولة، الفراولة لسه طالعة، بس الفراولة دلوقتي غالية، يعني أنا في المنطقة بتاعتي أنا شُفتها ب20، عند والدتي ب25 في منطقتها، فاستني عليها شوية ما تجيبيهاش، أنا السنة اللي فاتت فرحت إنها طلعت وبدأت أجيب، كانت ب20، بعد كده لقيتها وصلت 10 جنيه طول شهر رمضان كانت موجودة، فما حبيتش بقى إن أنا آخُد التجربة المرّة دي، قُلت لأ أنا هاستناها لمّا تكتر أكتر وسعرها يبقى متهاوت كده ورخيص شوية، يعني نحاول نقتصد. إيه رأيكم بقى في المحشي؟ أهو أنا نزلت بيه بقى كده، ما باعرفش آكله غير في الصينية يا حبايبي، وهو سخن مولّع كده، أغرف في الصينية وناكل، لكن بقى في الأطباق طب هتغرفيه بقى في الأطباق وهو سخن كده إزاي؟ وده البتنجان والفلفل، حطيت لهم بقى القطع البانيه عليه كده، وتاكلي منه بقى ما تشبعيش. أهي الجوافة اللي أنا باقول لكم عليها، مش هي ب10 جنيه ولكن سعرها حلو، ولكن مش يعني إيه، هي بتاعة التخزين، أنتِ مش هتروحي تجيبيها من أم 20 جنيه ولا أم 25 جنيه عشان تفرّزيها، وفي نفس الوقت مش هتستخسري وتروحي تجيبي حاجة سيئة يعني ما تتاكلش لأ، الوسط، أهو كده، قطّعيها بقى بأي شكل عشوائي أنتِ تحبيه، في منها خشّابي أوي ناشفة جامد، كنت باحاول إن أنا أتفادى منها البذر كده وما احطّوش معاها لإن بالعافية لمّا السكينة بترضى تخرّطها يعني، وفي اللي هي الحلوة كده الناعمة دي باخرّطها ببذرها بحالها، أنا شِلتها السنة اللي فاتت فرّزتها من غير البذر، كانت حلوة ومنجزة معايا وكل حاجة، ولكن البذر بيبقى فيه برضه التطعيمة اللي جواه ديًّا كده، اللي بتبقى حوالين البذر يعني المادة كده سبحان الله بتبقى طرية كده فيها العسل كلّه بتاع الجوافة، فالسنة دي قُلت لأ، أنا هاحطها كلّها ومش مشكلة إن أنا أتعب شوية 5 دقايق والّا 10 دقايق وأنا باصفّي الجوافة، ولكن هي هتدّيها تطعيمة أحلى، فبرغبتِك بقى، إحنا اتفقنا قبل كده إن الأكل ده أذواق وكل واحد بقى إيه على حسب ما يحب، ولكن عايزة تفرّزي بقى برتقان، استني عليه شوية وفرّزيه برضه، تعملي عصير، تعملي كيكاية، حتى قشر البرتقان استنفعي بيه إنِّك تبشريه حطيه في أكياس في الفريزر، هاعمله معاكم برضه بإذن الله، وتطلّعيها كده في كيكاية، في إنِّك بتعملي بسكويت بالبرتقان، الحاجات دي والله حلوة يا جماعة بتوفّر وبتدّي طعم أحلى من الأطعمة اللي هي اللي مش طبيعية. أنا دول كانوا 4 كيلو جوافة، ما شاء الله عملوا لي 5 أكياس، وعملت شفشق كبير كده شربته أنا وولادي، وحطيت عليه موز، أنا عندي موز في التلاجة كده قُلت له: "لأ تعالَ أنت بدأت تسمر شوية." وولادي ما يرضوش ياكلوه أبدًا أول ما يبتدي يسمر كده. على شوية سكر، على شوية لبن، ما عندكيش لبن زي ما قُلت لِك حُطّي مَيّة، هتحطّي لبن ممكن سِنّة فانيليا، وتملي بيتِك خير وتاكلوا وتتهنّوا،
أنا هنا عصرت ليمون عشان لمّا تحطيها لو قعدت سَنة معاكِ هتفضل بيضة زي ما هي كده كأنِك لسه عاملاها حالًا، ولا هتسمر ولا أي حاجة خالص. الليمون بيحافظ على إنها تحتفظ بلونها يا حبايبي. لو وصلتوا بقى لغاية هنا ما تنسونيش كده بقى من الاشتراك، وشيروا كده الفيديو لحبايبكم كده لو عاملين جروبات والّا أي حاجة عشان عيلتنا تكبر كده ونوصل بإذن الله، وربنا يسعدني ويسعدكم يا رب، وإن شاء الله كده ربنا يوفقني بدعواتكم وبدعمكم كده بوقفتكم جنبي. هنا كان في بذرتين كده وقعوا، فحبيت بقى إن أنا إيه أشيلهم عشان ما يمرروش يعني لما ييجوا يتضربوا معايا. أهو أكياس تلاجة بقى عندِك بتاعة السندوتشات كده بتاعة الولاد، عندِك أكياس مخصوصة للحفظ احفظي، المهم اتشجعي بأي حاجة واعملي لبيتِك. أهو هنا كده بدأت إن أنا بقى إيه أحط في الأكياس وأطلع منها الهوا، بحيث إن أنا لما أخرجها من الفريزر ما تبقاش عاملة تلج، يعني تفك معاكِ بسرعة. نضفي بقى كده دايما باستمرار وانتِ واقفة كده، خلي دايما حواليكِ المكان نضيف. أهو حطي كده في الأكياس، والهنا والشفا على قلبكم، على قلب اللي شاف وقلب اللي هياكل واللي يشرب. على فكرة برضو المربى ممكن تتعمل، الجوافة ممكن تتعمل مربى ويبقى طعمها حلو جدا، بس طبعا بتبقى من غير بذر. يعني لو لقيت انها متوفرة معايا لسه الجوافة وانا مثلا جاية من شغل كده لقيتها، هحاول ان انا اجيب واعمل معاكم مربى بإذن الله. اهو هنا كده كنت عملت 5 اكياس، وهنا ده كده شفشق الخلاط بدأت ان انا ايه احط فيه الجوافة على شوية سكر على شوية موز ولبن وحاجة كده كلها فيتامينات بقى طبيعية. طبعا الموز فيه كالسيوم وفيه بوتاسيوم، والجوافة فيها حديد، واللبن كالسيوم برضو، فحاجة كلها فيتامينات بقى أحلى من المشروبات اللي بره في الشارع يعني. ورخيصة والله يا جماعة، يعني أنا جايباها ب10 جنيه وبعد كده لقيتها ب7.5، اشتريت تاني وفرست تاني، بس بقى ايه محبتش ادوشكم معايا بقى ان انا كل مرة اقول لكم انا عملت جوافة، ولكن انت هاتيها وطالما هي متوفرة وبسعرها حلو يعني ارخص من الخضار. اه عملت بقى كده هم بوريهم لكم هم، والعصير، واقول لكم ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.